أهلا بكم. لو عايزين تبدأوا رحلتكم مع حل مسائل البرمجة ومجال التعقيد فمسألة ووتر فيلينج وكوتشر هتكون أفضل تدريب لكم. تعالوا نحلها مع بعض خطوة بخطوة ونشوف ازاي نطلع بأبسط كود ممكن. مبدئيا كده المسألة دي ليها كذا كود ممكن كده، ولكن أنا أقدر أقول لكم إن هي ليها 3 طرق لكتابة الكود. الطريقة السهلة، الطريقة المتوسطة، والطريقة الصعبة. أنا هحل معاكم النهاردة بطريقة واحدة بس، وهقول لكم الطريقة دي في آخر الفيديو، مش هقولها لكم دلوقتي، ولكن لو انتوا عرفتوا في نص الفيديو دي أنهي طريقة اكتبوا تحت في الكومنتس، ولو لقيتوا إن انتوا قلتوها صح أو أنا يعني لقيت إن انتوا قلتوها صح هعمل لكم هارت واكتب لكم تحتها كومنت أحفزكم إن انتوا تكملوا في البرمجة. يلا بينا نكمل. أول حاجة مسألة اسمها ووتر فيلينج، المية بتتملي أو المية مملية أو أزاز المية مملية، مش مهم دلوقتي عندنا ترجمة الاسم. بيقول لي إيه بقى دلوقتي؟ بيقول لي شيف has 3 water bottles. عندنا شيف عنده 3 أزايز مية، منعرفش بقى هم ممليين ولا فاضيين، بس خلينا نكمل يعني. بيقول لي بعد كده إيه؟ بيقول لي at any point في أي نقطة at least 2 of them أو empty، لو على الأقل بس 2 منهم فاضيين فهو هيحتاج يملاهم. but if at most one bottle is empty، ولكن لو على الأقل واحدة بس هي اللي فاضية فهو هيحتاج إنه يستنى وما يعملهمش دلوقتي. طيب ايه النوتس اللي ممكن اكتبها؟ انا ممكن اكتب نوتس كده يعني ظريفة، انه الشيف has 3 bottles كده. ممكن اكتب حاجة يعني. بعدين نكمل. بيقول لي بقى you are given 3 integer. عندنا 3 variables او 3 integer محتاجين يتخزنوا، هما البي 1 والبي 2 والبي 3. ماشي، كل واحدة ليها رمز، بس هي واحدة بس، هو المفروض ان كل واحدة ليها رمز ليها، بس خليني اقول لكم ان احنا هنحتاج واحدة بس منهم هي البي 1 دي. حتى هو هنا قال لي ايه؟ لو كانت البي 1 بتساوي 1 فده معنى ان اول بوتل فول، يعني ان هي كده مملية او ان هي مش محتاجة تتملي. ولو كان البي 1 دي لو كانت ايكوال 0 فده هيديني انه الفيرست بوتل فاضية. زي هو برضو بينتمي للبي 2 والبي 3 ان هم برضو لا فاضيين ولا ممليين. تمام. الاوتبوت اللي المفروض يطلع سوري، خليني اكتب هنا كده نوت مهمة جدا، او هما 2 نوتس مهمين جدا. ان البي 1 لو بتساوي 1 فده معناها ان هي فول. وثالث حاجة لو كانت البي 1 بتساوي 0 فده معناها ان هي ايه؟ فاضية. تمام. حابين بقى انكم تكتبوا كمان البي 1 والبي 2 والبي 3 دول هيتخزنوا في فاريبل براحتكم، مش حابين as you like برضه. خلينا نكمل. بيقول لي بعد كده ايه؟ بيقول لي الاوتبوت بتاعنا ان احنا نطلع له ووتر فيلينج تايم، لو كان الشيف محتاجين يتملوا او سوري ان هو كان محتاجين يتملوا الازايز دلوقتي، ولو كان لا يبقى هنطلع له نقيض. طبعا بقى رجعت معانا لتاني مرة الانتجر اللي هي التست كيس بتاعتنا من بعد مسألة ناسينا، وإن هو عايزنا نخزن له في برضه variable b1 و b2 بس. والأوتبوت قال لي كذلك برضه نفس الكلام اللي كان فوق. خلينا بقى نشوف ايه هنا السيمبل ده. أهم حاجة عندي السيمبل دلوقتي. السيمبل ايه بقى؟ الفايف. عندي 5 يعني عندي 5 تست كيسز، يعني عندي 5 حالات هجرب فيهم انبوت وهطلع لهم اوتبوت. جميل. بعد كده بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي 0 0 0 0. يعني ايه 0 0؟ ايه الارقام؟ ايه الزيروهات دي؟ او احنا كنا بنقول ايه فوق، او قلنا ايه في النص؟ لو قلنا البي 1 بتساوي 0 يبقى ده معنى الازايز اللي هم فاضيين، يبقى انا فعلا محتاجه املاهم فهيطلع لي ووتر فيلينج تايم. لو كان 1 1 1 يعني البي 1 بتساوي 1 يعني هي مش محتاجين، او ان هم ممليين فهم مش محتاجين يتملوا فهي نقناهم. لو هنا 1 1 1 و0 1 1 و0 فهم برضه مش محتاجين دلوقتي. ازاي يعني في 0 هي يعني معنى كده ان دلوقتي ان هم في واحدة مش مملية. ما تعالى نرجع كده لفوق تاني. قالت لنا ايه فوق الست كده؟ قال لنا انه لو كان على الاقل بس واحدة كانت فاضية فهو ممكن يستنى وما يملهمش دلوقتي.
يعني دلوقتي في 2 هم اللي ممليين، واحدة بس فاضية، فأنا مش محتاجة أملاهم، مش محتاجة أملاهم، يبقى أنا 2. لكن هنا بصوا هنا كده في هنا 2 فاضيين وواحدة بس اللي ممليانة، يبقى محتاجين برضه نملاها. وهنا كذلك 2 ممليين وواحدة اللي فاضية، يبقى احنا مش محتاجين سوري إن احنا نملاهم. طب خلينا كده نبدأ كده نكتب الحاجات بتاعتنا اللي احنا اتعودنا عليها بقى في الكود ده، أو خلاص بقى زهقنا منها يعني، اللي هي الانتجر تيم أهو، والسين سوري والسين تيم اهو، ونعمل الوايل. خلاص عرفنا الكلام ده بقى، احنا كبرنا على الحاجات دي، بقينا بنحل مسائل اهو ان شاء الله يعني. طيب ونبدأ نخزن مع بعض الانتجر البي 1 والبي 2 والبي 3، ونحط كده سوري، ونعمل سين هنا بالبي 1 وبي 2 وبي 3 وخلاص كده وشكرا. تمام. طيب ايه تاني؟ محتاجين نفهم حاجة بقى في الكود. تعالوا كده بقى نشوف الاكسبلانيشن بتاع كل تيست كيس منه. احنا محتاجين نفهم حاجة، المسألة سهلة بس محتاجين تركيز، وابعدوا اي تشتت عندكم كده عشان المسألة دي حلوة وبصراحة يعني متتلخبطش يعني. طيب بيقول لي في الاكسبلانيشن ايه؟ ان التست كيس 1 بيقول لي the input are 0 0 0، فده معناه ان كل الازايز فاضية فاحنا محتاجين نملاهم. طيب وهنا التست كيس هنا 2 اللي هو الانبوت ار 1 1 1، فكل برضو البوتنس مملية فاحنا مش محتاجين نملاهم. طيب والتست كيس 3 ان في 2 ممليين وواحدة بس اللي فاضية فاحنا مش محتاجين برضو نملاهم. وفي هنا في اللي بعدها في التست كيس 4 بيقول لي ان في 2 فاضيين وواحدة بس اللي مليانة فاحنا محتاجين نملاها. والتست كيس 5 ان احنا عندنا واحدة بس اللي فاضية و2 ممليين، يبقى احنا فعلا مش محتاجين نملاهم. طيب ايه الحل دلوقتي؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا عندنا كده محتاجين نخزن حاجة. محتاجين نخزن حاجة. طيب هنخزن ايه؟ تعالوا هنعمل اول حاجة انتجر. ماشي دلوقتي احنا عايزين لو قلنا كده ان احنا عايزين نعرف المجموع بتاع الحاجات الكتيرة دي بقى، ان هو مين فيهم اللي مليان ومين فيهم الفاضي، مين طبعا في التاني مش مهم بقى دلوقتي. طيب ماشي هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هنعمل دلوقتي ان الانتجر احنا قلنا، انا قلت لكم ايه دلوقتي واتكت لكم عليه، مجموع يعني ايه؟ يعني صم اوقات اكتبوا صم، انا بحب الصم بصراحه. ماشي هعمل كده ايكوال وهكتب ايه؟ بي 1 هتبقى في هنا مجموع، فهنعمل بي 1 بلس بي 2 ايه ده سوري بي 2 ثانية بي 2 وبلس بي 3. طالما انا قلت في مجموع يبقى بنعمل مجموع. طيب اشمعنى عملت الصم للبي 1 والبي 2 والبي 3؟ ما عملتش مثلا صم لل 2 بلس 4 بلس 5؟ اشمعنى دول؟ هو مين اللي متخزن عندي؟ معلش هو مين؟ هو قال لي هو في حاجة تانية أصلا في المسألة يتعمل لها صم غير ال3 دول؟ لا خلاص يبقى هم دول اللي هيتعمل لهم صم. ليه نتعب نفسنا بقى ونجيب حاجات من بره؟ هو أصلا الراجل مساعدني في المسألة وقال لي اعملي صم لدول. طيب بعدين ماشي هنعمل بقى بعد كده ايه؟ دلوقتي بقى نبدأ الشغل الذكي بقى اللي محتاج فعلا تركيز. ننزل هنا في النوتس كده بتاعتنا. انا دلوقتي بعد ما عملت الصم فاضل خطوة واحدة بس، وهعمل بعد كده بقى ان اطلع له الووتر فيلينج والنوت نايم. ايه هي؟ اولا انا محتاجة اعرف لو كان المجموع فعلا اكبر من ايه بقى؟ ده السؤال المهم، اكبر من ايه؟ ما احنا منعرفش بقى هو اكبر من ايه. طيب تعالوا بقى نعمل دلوقتي. خلينا نكتب كده هنا مثلا الاف اهو، ونكتب سم ونعمل دي بس هو منعرفش هو اكبر منه يساوي ولا اكبر بس ولا ايه بالظبط. خلينا ممكن نعمل نقط كده ونقفل القوس لحد ما نشوف النتيجة هتطلع ايه. ماشي تعالوا ننزل بقى نفكر احنا بقى مع بعض. ماشي دلوقتي احنا هنا عندنا ايه؟ 0 0 0. لو جمعناهم مع بعض 0 بلس 0
بلس زيرو طلع لي ايه؟ طلع لي زيرو. ماشي، احنا هنجمع كل دول، ولو عملنا 1 بلس 1 بلس 1 يديني ايه؟ يديني 3. ماشي، ولو عملنا اللي بعد كده 1 بلس 1 بلس 0 يديني ايه؟ هيديني 2. ولو بعد كده عملت 0 سوري فين 0 0 بلس 1 بلس 0 هيديني ايه؟ هيديني 1. ولو عملت كده ايه اللي بعد كده؟ سوري معلش، اللي بعد كده بقى ايه؟ لو عملت 0 بلس 1 بلس 1 بيديني ايه؟ هيديني برضه 2. لاحظتوا ايه اللي متكرر وايه اللي مش متكرر، او مين اللي اكبر من مين ومين اللي مش اكبر من مين؟ يعني ايه؟ تعالوا نشوف. هنا دي الازاز اللي دي الازاز اللي هتحتاج تتملي، فدي 0، فده معنى كده انه احنا عندنا واحده بس دلوقتي. لحد دلوقتي احنا عندنا واحده مش ممليه، ومين تاني عندنا مش ممليه؟ دول. يبقى احنا عندنا هنا برضو كده، يبقى احنا عندنا 2 محتاجين يتملوا، يبقى احنا عندنا 3 مش محتاجين يتملوا. بس مين اللي متكرر عندي هنا بقى؟ مين الرقم اللي موجود هنا ومتكرر كذا مرة معايا؟ 2 2. يبقى فعلا يبقى if sum greater than بقى ولا greater than or equal؟ لا greater than or equal، يبقى greater than or equal 2. دي الاف بتاعتنا اللي هتتكتب في الكود. خليني امسح ده كده اهو، ده الاف بتاعنا اللي هيتكتب في الكود. خلينا ناخدها كوبي كده ونحطها في الكود اهو، كوبي. شوفوا لما شغلنا كده دماغنا الجميله دي اللي حصل اهو كده. بقى ما ناقص غير حاجه واحده اللي هي السي اوت وخلاص، وكده تكون المساله اتحلت بطريقه حلوه جدا وما خدتش مني وقت وجهد بقى والكلام من ده. يبقى هكتب ووتر فيلينج فيلينج تايم كده، وهعمل هنا end line اهو، وهنزل بعد الاف كده واكتب else، بقى، وهنزل كده بالقوس الكيرلي واعمل سي اوت، وهعمل المساعدين واحط الدبل كوت واكتب not now، وهاجي هنا اقفل المساعدين واحط الاند لاين تاني واحط سيميكولون، وبكده المسألة تكون اتحلت. تعالوا بقى نشوف كده هل في اي ايرور بقى ولا حاجة ولا ايه؟ ايوه. ليه بقى انا قصدي اعمل كده على فكرة، كنت محتاجة اشوف مدى تركيزكم. not now water filling time not now water filling time. هو كطلع الناتج كصحيح مبقاش اقول حاجة، بس شقلبهم. ليه بقى؟ لان في الكود هنا لما جيت طلعت له السي اوت، بصوا انا حطيت له الاول حطيت له water filling time، بعد كده نسيت احط النوت ناو، فانا هشيل النوت ناو دي واحطها فوق مش هحطها تحت، هعكسهم. فاهميني؟ يعني هاخد دول كده قط وامسح دي واحطها هنا في البيست، احط الووتر فيلينج بقى، الووتر فيلينج. طيب تعالوا نشغل الكود كده تاني ونشوف ايه اللي هيحصل. اهو رجع تاني. شفتوا متخيلين بس ان سي اوت ممكن تعمل فينا كده؟ متخيلين؟ شايفين بقى؟ يعني شايفين مدى سهولة المسألة، ومن رغم ذلك ان احنا ممكن ساعات نتلخبط فنكتب حاجة عكس حاجة فتبوظ لنا الكود كله. هي ممكن يطلع الاوتبوت صح، يطلع فيلينج تايم ويطلع نايم ويطلع كل الكلام ده، بس هيطلع بالمشقلب، هيطلع حاجات فوق حاجات وتحت حاجات، يعني هتتعكس من الاخر. تمام كده احنا حلينا المسألة تماما وخلصت. ماشي، وبكده نكون حلينا مسألة ووتر فيلينج، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من المسألة دي، مع انها ليها طبعا طرق كتير، وزي ما قلت لكم دي الطريقة الاصعب على فكرة.
دي الطريقة الأصعب. مش هاقدر أقول لكم الأصعب، لإن مش هاقول لكم كلمة الأصعب دي، انسوا كلمة الأصعب دي، لإن أنا باحس إن الكلمة لمّا أقول لكم صعب يبقى أنا دي حاجة مستحيلة، لأ أنا ممكن أقول لكم إن دي الحاجة اللي هي very high، أو اللي هي محتاجة حد يكون high في الexpression بتاعه يعني high في الإمكانيات، فاهمين؟ اللي هو في مش إمكانيات استخدامات الأجهزة أو كده، لأ إمكانيات في المُخ، فاهمين؟ ف يعني المسألة سهلة وليها قلت لكم كذا طريقة، ودي الطريقة اللي هنقول عليها هاي، مش هنقول عليها صعبة، لا هنقول عليها هاي. وأنا شايفة إن أنا لو كنت حليت بص أنا لو كنت حليت معاكم المسألة بالطريقة السهلة كانت هتكتب أطول من الكود ده ب100 مرة. ولو كنت حليت معاكم المسألة متوسطة كانت هتكتب الكود طويل برضو، بس يعني ممكن اختلاف سطرين كود يعني ولا حاجة، بس ده الفرق الوحيد. وأنا أتمنى إن انتوا تكونوا استفدتوا من المسألة دي، وشكرا لمشاهدتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنت الجميل بتاعكم. يلا باي باي.